اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نجهز مع بعض غدا سهل وسريع وبيخلص في ثواني وبطريقة جديدة ومختلفة إن شاء الله هيعجبك جدا. أول حاجة جبت الكبد والقوانص بتاع الفراخ وشوحتهم في شوية من الزيت، وبعد كده نزلت عليهم ببصلتين كبار وشوية من الفلفل الأسود وشوية من بهارات الفراخ وشوية من 7 بهارات، كل ده معلقة صغيرة، بس الفلفل الاسود نص معلقه. وبنفضل نقلب فيهم كويس لحد لما بيبقوا سوا الا ربع، يعني تتاكدي ان هما بقوا سوا الا ربع. كده خلاص استوى، نرفعهم بقى على النار وبنبقى مجهزين الفرخه وغسلينها ومنضفينها وبنحشيها بقى. حطي فيها كل كميه البصل والكبد والقوانص اللي احنا جهزناها مع بعض، وبعد كده هتكتفيها ونشوح. وهنعمل مع بعض ملوخيه خطيره، ملوخيه ناشفه بس هنحولها ونخليها زي الخضره بالظبط. لو ما بتعرفيش تكتفيها ممكن تقفليها بخلة اسنان، او تخيطيها. ناخدها بقى ونرفعها، اديها غزتين من النص وشرحي كده شرحتين كده في الصدر علشان تتأكدي ان هي تستوي بسرعة، لان احنا عايزين ان الغدا يخلص بسرعة وما ياخدش معانا اي وقت. ناخدها بقى غطيها استوريها وناخدها بقى نرفعها على النار. ننزل بقى بمعلقتين كده كبار من الزيت ومكعبين صغيرين من الزبدة، واول ما يدوبوا خالص ننزل بقى نشوح فيهم الفرخه. انا بحب اشوح الفراخ، ما بحبش ان انا انزلها في الميه، لا ما بتشوحها بتديلها طعم خطير. شوحها اول ما تاخد صدمه من الجنب ده تقلبيها على الجنب التاني، ونجيب بصلايه صغيره ونص طماطمايه ورشه من ال7 بهارات ورشه من الملح، وتنزلي بقى بميه مغليه وتسيبيها مكشوفه، ما تغطيهاش في الاول عشان ما تديش زفاره، عشان تطلع كل الزفاره اللي فيها. وبعد اول ما تغلي هنقوم شايلين كل الريم. كده خلاص هي كده بقى تغطيها، هدي عليها النار وغطيها واسيبها تستوي براحتها. وبعد ما تطلع هنعمل فيها بقى تركاه وهيطلع طعمها وشكلها في الاخر خطير. كده خلاص قلبتها على الجنب التاني. كنت كل فترة يعني كل مثلا 10 دقايق او ربع ساعة بقوم قلبها على الجنب التاني عشان اتأكد ان هي استوت من كل الجوانب. نعمل بقى الرز. احنا هنعمل رز ابيض عادي لان الاكله دي مش بتحب غير الرز الابيض. اتاكدي ان انتي سخنتي الزيت كويس جدا، وبعد كده تنزلي بالرز. الرز اهم حاجه فيه ان انتي تشوحيه كويس جدا، كل ما تشوحيه كل ما يطلع معاكي مفلفل وطعمه احلى. افضلي بقى قلبي فيه، يعني سيبيه على النار حوالي 5 دقايق، كل ما يفضل على الجنب ده تقلبيه على الجنب التاني. وتنزلي بقى بنص معلقه كبيره او معلقه صغيره من الملح، وكوبايه الرز بتاخد كوبايه من الميه، دي للبنات اللي مش بتعرف تعمل المعيار. واهم حاجه برضو تنزلي بالميه سخنه، كده تضمني ان انت هتطلعي رز مظبوط معاكي. لو وصلت لحد هنا متنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعملي لايك وشير لو عجبكم الفيديو. وغطي الرز، قلبيه تقليبتين وغطي الرز، وقبل ما ينشف يعني بدقيقه كده او حاجه بنقوم مهديين عليه النار خالص ونديله تقليبه ونسيبه بقى لحد ما يستوي. نسيبه حوالي 20 دقيقه كده والنار مهديه عليه. نجهز بقى الملوخيه الناشفه، بس هنعملها بتركايه هتخليها كانها خضره بالظبط. جبت كوبايه كده من الشوربه على كوبايه من عصير الطماطم، وبعد كده نزلت بنص معلقه من الثوم ونسيبهم يغلوا لحد ما نجهز الملوخيه الناشفه. انا بتجيبي اي كميه الملوخيه اللي انت عاوزاها، وبعدين بتغلي ميه وبتنزلي عليها بالميه وتقلبيها. بصوا والله كانها خضره بالظبط. جربوا دي لو مش بتحب الملوخيه الناشفه تدمنوها، بجد بتبقى خطيره. قلبيها بقى. انت كل الحكايه بتسيبيها مجرد ما بتقلبيها وال... والشوربه والطماطم اللي احنا جهزناها تغلي، بتبقى كده خلاص جهزت معانا، بتبقى كأنها خضرة بالظبط. وهتشوفوا دلوقتي
بصوا التركية دي بسيطة بس بتفرق في طعمها جدا. كده خلاص والله بقى كأنها خضرة بالظبط. كده خلاص الشوربة بقت جاهزة معانا. نرفعها بقى على ننزل عليها بيها ونقلبها بقى كويس. افضلي بقى قلبي فيها كويس لحد بس ما تتأكدي ان هي اتفككت. واخدت معانا غلوة، هدي عليها بقى النار ونجهز الطشة بتاعتها. ننزل بمعلقة كده كبيرة من الزيت، وبعدين معلقة كبيرة من الثوم، وافضلي قلبي فيها لحد لما لونها يبقى جولد كده. كده خلاص نقوم نازلين عليها بقى بكبشة من الملوخية، وتديها تقلبتين ونزيل عليها بقى في الملوخية. واول ما تاخد غلوة تقفلي عليها، هي غلوة واحدة بس، وبتقفلي عليها النار عشان ما تفصلش منك. اديها بقى تقليبة. بصوا خطيرة. يلا بقى نجهز الصوص التتبيله اللي هنجهز بيها الفراخ عشان نحمرها. جبت مكعب من الزبده ودهنت بيه الفرخه كلها، وبعد كده هعصر عليها نص ليمونه. بصوا الحاجات دي بتفرق في طعمها، بتخليها طعمها خطير. واديت رشه من الفلفل الاسود و... والثوم البودر والبصل البودر، بس اللقطه دي ما كانتش موجوده. لا مش الفلفل الاسود، رشه من الملح والثوم البودر والبصل البودر. وبعد كده هنجيب كيس اللي هو الصغير اللي هو بتاع الكاتشب، وادهن بيه الفرخه كلها، وناخدها بقى نرفع على النار. نحط بقى شويه من الزيت وننزل عليها، وسيبيها بقى لحد لما تاخد لون. لحد لما تخلص هنفرش تحت فلفل، بتديها ريحه وطعم جميل. لما فيش عندك خضره اعمليها بالفلفل، بيبقى طعمها برضو جميل قوي. نرجع بقى نقلبها على الجنب التاني. خلاص اخدت معايا لون. ابتدي بقى حمريها وخليكي جنبها عشان ايه ما تاخدش لون زياده. قلبيها بقى من كل الجوانب. شايفين لونها خطير، تحسي كأنك شوياها، يعني دي فراخ مشوية، متحسيش ان دي فراخ مسلوقة في شوربة وكده. شايفين خطيرة. وكده خلاص الغدا خلص. جهزت الفراخ، لونها فرحانة بيها قوي خطيرة. ودي الملوخية والرز. شايفين نديله بقى تقليبة. وبس ده كان غدايا النهارده، ودي التريكات اللي انا بعملها في الغدا. يا رب يكون عجبكم، واكتبولي لو بتحبوا لو بتحبوا الفيديوهات الروتين بتاع الغدا اجهزه معاكم. اكتبولي في الكومنتات وانا هبقى اعمله معاكم. اشوفكم في وصفه جديده. متنسوش بقى اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.